عندنا 3 خلايا أساسية في الدم، وهي خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية. اليوم بنتكلم عن الصفائح الدموية. الصفائح الدموية تنتج في نخاع العظم في فترة أسبوع، والصفائح الدموية تعيش من 8 إلى 10 أيام في الجسم، والمعدل الطبيعي من 150 ألف إلى 400 ألف. والوظيفة الأساسية للصفائح الدموية تتمثل في تجلط الدم ووقف النزيف عند الإصابة بالجروح. وأسباب زيادة الصفائح الدموية أو ما يسمى بثرومبوسايتوزيس له نوعين: إما أن يكون ارتفاع الصفائح الدموية الأولي، والمشكلة تكون في نخاع العظم، حيث ينتج نخاع العظم كميات كبيرة من الصفائح الدموية، وغالبا ما يكون السبب سرطانات الدم. والنوع الثاني ارتفاع الصفائح الدموية الثانوي، ويحدث بسبب حالة مرضية تؤدي إلى ارتفاع عدد الصفائح الدموية، مثل أولا أمراض فقر الدم من فقر الدم بسبب نقص الحديد أو تكسر الدم. ثانيا العدوى مثل العدوى الفيروسية أو البكتيرية. ثالثا التهابات الجسم مثل حالات الروماتيزم. رابعا سرطانات الجسم مثل سرطان الكولون وغيرها. خامسا بعد استئصال الطحال سنلاحظ ارتفاع في عدد خلايا الصفائح الدموية. والنقطة الثانية نقص الصفائح الدموية أو ما يسمى بثرومبوسايتوبينيا. نسميه نقص عندما تكون عدد الصفائح الدموية تحت 150 ألف. وأسباب نقص عدد الصفائح الدموية إما أن تكون بسبب تكسر الصفائح الدموية في الدم، وهناك الكثير من الالتهابات المناعية مثل ITP الذي تكسر وتدمر الصفائح الدموية. والسبب الثاني عجز نخاع العظم عن إنتاج الصفائح الدموية بسبب الأورام الليفية أو الليكيميا. ومن الأسباب أيضا نقص فيتامين B12 أو الفوليك أسيد، الآثار الجانبية لبعض الأدوية، وتضخم الطحال، والتعرض للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي، وبعض أنواع العدوى الفيروسية، وأمراض الكبد. ويتم تشخيص نقص أو ارتفاع الصفائح الدموية عن طريق فحص صورة الدم الكامل، ثم البحث عن سبب النقص أو الارتفاع بفحوصات أخرى، والعلاج يكون على حسب الحالة أو السبب تحت إشراف الطبيب. هذا كان كل ما يتعلق بالصفائح الدموية. لا تنسانا من اللايك، وشكرا.